السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي. اليوم جبت لكم وصفة المحاجب بأدق التفاصيل وكيفاش تنجح لكم العجينة مع واحد لاصوص بزاف هايله. نبداو الوصفة على بركة الله. عندنا هنا في بول عندنا 2 كيلات سميد رطب كامل فيهم. انا هنا استعملت سميد ماما، لازم يكون رطب بس ما حش نستعمل الفلاح، يكونوا 100% سميد. حتى انا كيلت بهاد لابوطه المارغرين تاع 500 غرام. هنا زدت مغرف ملح. انا زدت هاد العسل اللي زدت هذوكا اختياري، انا زدت شويه سكر، واللي عنده العسل يزيد العسل شويه برك باش يجيكم حميمر. هذاك المحجب يجيكم محمرين، ماشي بزاف. بهذا الشكل. ودوك نلموها بالماء يكون دافي. انا ما فرغوش الكميه تاع الماء كامل باش ما تجيناش العجينه جاريه. نسيو نلموها غير بسباتينا بهذا الشكل. دونك نزلوا الكاس الثاني. انا هنا بديت المقادير بالكيله. لازم يكون دافي الماء، ما يكون لا سخون لا بارد. لا تسخن بزاف يحيو تجيكم العجينه الاستيكيه. نزيدو دوكا نص من الكاس التخوازيام. منزيدوش كامل. هنا الطروازيام نزيدو غير نقطرو برك قاس ما تكمل منه، ونزيدوه كامل تجينا العجينه جاريه. حنا ما نسحقوهاش جاريه. انا استعملت نص كاس من كاس الطروازيام. ونلموها. انا العجينه دات لي قريب 3 كيسان. الكاس الطروازيام قاعد منه غير شويه. شوفوا العجينه خلاص تلمت لي. نمسحو كامل البول تاعنا. كيما هكا. بهذا الشكل لازم تكون شويه طريه، ما تكونش جاريه. انا هنا جبت ساشي ندير فيها العجينه ديالي ونغلق عليه مليح. دونك هاد الخطوه بزاف مهمه. انا هنا حكمت بول درت فيه الماء يكون سخون ودخلت فيه العجينه ديالي. شوفوا انا راح نقص عليكم نص الخدمه وتجيكم العجينه بزاف هايله، تجيكم خفيفه. دخلت داخل الماء دافي يكون سخون عفوا، ونخلوها تريح. في هذا الوقت احنا راح نديرو التكشوكه ديالنا ولا الحشو ديالنا. هنا يكون اختياري، انا حمد لكم طريقتي اللي معتمدتها. هنا عندنا في مقلاة درت شويه شحمه، قطعتها رقيقه ودرتها تقلى حتى تذوب. هنا اللي يحب يدير مرقاز ولا يدير فيونداشي ولا معليش، الحشو اختياري. هنا درت 3 حبات بصل مقطعين مكعبات، ما يهمش كيفاش مقطعين. انا زدت لها الملح، زدت لها 2 حبات فلفل حار. انا زدت لها هذا فلفل دريس بس ما عنديش الهريسه، يعني مام هذا حار يشوي. عندي مغرفه تاع طوماطيش تاع الباطا، نزيدو لها طوماطيش تكون مرحيه ونخلوها طيب. نقصولها ونخلوها طيب. هنا بعد ما تحتنا العجينه كش نص ساعه ولا اكثر شويه، من نص ساعه ل 45 دقيقه. شوفوا كيفاش ولات.
لازم انا اهم حاجه في الدليك لازم نعجنوها وهي يابسه بلا ما، يعني نديرو لهاش كامل الماء كاش 5 دقائق ولا باش نبداو نرشو لها بالماء بالعقل. الماء ما نفرغوش، نرشو برك باش ما تجيناش جاريه. هنا نعجنوها مليح، هنا مينيموم 5 دقائق باش نبداو نقطروا لها الماء بهذا الشكل. انا دليك تاع المحاجب شد لي يا ربي 20 دقيقه. واللي عندها بيتخا تستعمل البيتخا. هنا قطرتها، هنا بديت نقطر في الماء ونعجنوها ندلكوها بالعقل بهذا الشكل حتى يشرب الماء ونزيد نقطروا لها. بهذا الشكل حتى تشوفوا بداو يخرج لكم فقاعات. هنا تعرفوا بلي العجينه تاعكم 100% ناجحه. انا قصت بالكاس باش نشوف شحال دات لي ابخي ونقول لكم. انا استقطت لها الماء. هنا الماء اللي استعملته هنا دوكا ماء دافيه. ندلكوها بهذه الطريقه. حتى يبداو يخرج لكم فقاعات تما تعرفوا بلي خلاص العجينه تاعكم ما خصهاش الماء. انا هنا زدت لها شويه ماء ماشي بزاف. بهذا الشكل ونرشو الماء. انا هنا تقريبا استعملت نص كاس، ما استعملتش بزاف الماء باسكو المسمن ماشي لازم المسمن ولا الشخشوخه ولا المحاجب هما نفس العجينه. ماشي لازم تجي العجينه طريه بزاف ولا جاريه، بس كي تجيكم جاريه ما حش يجيكم الشكل مليح وما حش تقدروا ترفدوها وحتعييكم في الخدمه. انا تقريبا ها شوفوا الفقاعات كيفاش خرجوا لي. هنا خلاص سي بون كيبدا يخرج لكم فقاعات معناتها خلاص. هنا نجيبوا شويه زيت ندهنوها بالزيت ونبداو نقرصوا في العجينه تاعنا. نديرو هاد التيبول حتى نكملوا كامل الكميه اللي عندنا. نديروهم متوسطين. انا تقريبا هاد الكميه اللي استعملتها تاع السميد خرجت لي 20 حبه، ما كبار ما صغار ملاح. هنا ندهنوهم بالزيت ونحكموا صاشي تاع مقبيله نغطوهم بها، لازم نغطوهم. هنا الحشو تاعنا بعد ما طابت ودخل البول باش يبرد لي وزدت ميكسيتو باش نقدر نمشيها في فوق لاباط. ما تقطعليش لاباط بس كي يكونوا مرصوات تاع البصل يقطعوا لاباط ما تجيكمش مليحه. هنا نحلوها بالعقل. انا هنا حليتها فوق بابي كويسون باش يجي الشكل شباب. ثم ثاني نحلوها فوق بابي كويسون قطعوه مربع واستعملوه بهذا الشكل. الحشو ما نديروش بزاف باش ما تقطعناش العجينه في الطاجين. نسيو ما نديروش الحواف بهذا الشكل ونغلقوها وندوها للطاجين الطيب بعد ما نكونوا دهناه بشويه زيت ماشي بزاف. وانا هاي النتيجه النهائيه. يجيكم مورخين الله الله. جربوهم ومتنساوش تخلوا لي ارائكم في التعليقات
وجيم وابوني للقناة باش يوصلكم كل جديد.